المصريين القدماء كان عندهم الصيد شيء أساسي، وكانوا بيحبوا قوي يروحوا يعملوا عمليات صيد. المنظر بنشوفه على الجدران بطريقة جميلة قوي، وتعالوا أوريكم شوية تفاصيل هتبهركم معايا. ده منظر الأحراش اللي كان المصريين القدماء بيحبوا قوي يروحوا يصطادوا فيها. ليه؟ نظرا لوجود الطيور البرية في هذا المكان. واضح جدا من نبات البردي وهو طالع بالشكل ده ان دي بيئة ملائمة جدا، ان في اكتر من كائنات حية تعيش في المكان ده. انا عايزاكم تلاحظوا الطيور، وعايزاكم تلاحظوا عشش الطيور اللي فيها بيض، وعايزاكم تلاحظوا القط اللي موجود لغاية وقتنا هذا في شوارعنا المصرية. القط المصري الشقي جدا اللي عايز يصطاد البيض بتاع الطيور دي. هنلاحظ هنا برضك ان في كائن طفيلي برضك دايما بيتلصص على القط، وبيروح دايما وراه عشان يشاكسوا، وفي نفس الوقت لو في اي حاجة يقدروا هما الاتنين يغتنموها مع بعض. كأني فيلم كرتون، كأني فيلم انيميشن، كأني فيلم ناشونال جيوغرافيك، كأنه فيلم ثقافي، كأني فيلم وثائقي. الصور دي يا جماعة بتوضح ان المصري القديم كانت دماغه شغالة. في بقى حاجة عايزاكم تلاحظوها، هو ايه الاسود ده؟ ايه الاسود ده؟ ايه الاسود ده؟ ايه الاسود ده؟ عايزين تعرفوا ده ايه؟ لازم نكبر الصورة شوية علشان نعرف ايه لازمتها. اهو كبرت شوية صغيرين علشان اوريكم حاجة مهمة جدا في التصوير ده. شايفين الايد دي؟ شايفين ماسك ايه؟ ماسك وزتين او بطتين، انا ما بعرفش افرق ما بينهم عشان تكونوا عارفين. ماسكهم في ايديه ليه؟ علشان يصطاد بيهم باقي الطيور دي، عشان هتنجذب لزملائها، للطيور التانية دي اللي هو ماسكها. مين بقى؟ تعالوا نكبر الصورة اكبر علشان نعرف. اللي هو ماسكها مينينا. مينينا ده شخص كان اسمه مينينا، كان بياخد أسرته معاه في عملية الصيد، ماسك الطيور الطعم بالإيد، وبالإيد التانية ماسك بيها أداة الصيد بتاعة المصريين القدماء اللي هي مرسومة حوالين البط والوز ده. يعني هو بيصطاد بالإيد دي، فالأداة دي بتمشي كده 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 تصطاد اللوكشة دي كلها مرة واحدة بعصاية. فشفتوا بقى طريقة الصيد عند المصريين القدماء. في بقى طريقة صيد تانية بقى اللي هي بالحربة. طب الحربة دي بيصطادوا بيها ايه؟ بيصطادوا بيها السمك. فاحنا كده عندنا منظر مجمع لينا اكتر من عملية صيد، مجمع لينا اكتر من شخص، مجمع لينا ابنائه والناس اللي رايحين معاه الرحلة، لانها بتكون رحلة عائلية. بتوضح لنا ان الاسرة المصرية القديمة كانت رقم واحد في الحياة المصرية القديمة. تحفة. المركب اللي هو واقف عليها هو وابنائه وزوجته مصنوعة من البردي، بجانب ان مينينا كان عايش في عصر الملك تحتمس الرابع، ومقبرته موجودة في البر الغربي. المقبرة تحفة، مقابر النبلاء اللي هناك. مينينا كان شغال ايه؟ كان شغال كاتب عند الملك، ومسؤول بقى عن الأراضي الزراعية والمحاصيل والكلام ده كله. فشايفين نبلاء العصر القديم.